اهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده فيديو مهم جدا لكل البنات والامهات، موضوع مرتبط بين الاتنين، وفي ناس كتير كتبت لي في الكومنتات اتكلمي عن الموضوع ده، والموضوع ده بالنسبه لي انا موضوع مهم، وكمان بلاحظ ان في بنات كتير وفي ستات كتير مش عارفين يوصلوا للنقطه دي. عنوان الفيديو بتاع النهارده ازاي الام تصاحب بنتها. ايه يا ماما؟ ايه لسه داخلين ولا ايه؟ لا بعمل الفيديو، استنى ما اطلعك معايا في الفيديو. هاي قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا النهارده هحكي لكم حكايه صغيره كده، هوريكم البنات بتفكر ازاي، او العلاقه بين البنت والام بتبقى صعبه ازاي. كنت قاعده من يومين وسط صحابي كده، فقلت افتح معاهم الموضوع ده واشوف كل واحده شايفه علاقتها بمامتها عامله ازاي، وكل واحده فينا بدأت بقى تحكي عن علاقتها بمامتها. واحدة قالت ماما كانت صاحبتي، بس صاحبتي اللي بتزعقلي وبتندهني باسمي الثلاثي لما تزعل. وواحدة تانية قالت ماما دي كانت بتخوفني اكتر ما كانت بتطبطب عليا اصلا. والتالتة قالت انا وماما عايشين في بيت واحد، بس كل واحدة فينا في كوكب تاني لوحدها. في اللحظة دي بعد ما سمعت صحابي وعلاقتهم بمامتهم، وقفت وفكرت هو ليه العلاقة بين الأم وبنتها مش دايما سهلة؟ ليه في أمهات مش عارفين يوصلوا لبناتهم، وفي بنات نفسهم إنهم يحكوا لمامتهم بس مش عارفين؟ فقررت أفتح الكلام في الموضوع ده، وده العنوان بتاع الفيديو بتاعنا النهاردة، وهو إن إزاي الأم تصاحب بنتها. مش بس عشان الأم تكون قريبة، لأ، عشان العلاقة دي تبقى سند حقيقي، وتبقى الأم بالنسبة لبنتها حضن، مش حضن يخوف، وتبقى صاحبتها اللي تسمع وتفهم وتحس بيها من غير ما تتكلم. في الفيديو ده هنتكلم من القلب ومن التجارب ومن اللي شفناه، وهنحاول نجاوب على سؤال بسيط بس معناه كبير جدا: ازاي الأم تصاحب بنتها من غير ما تفقد دورها كأم. كام نقطة كده لو الأم عملتهم ومشيت عليهم بنتها هتبقى أقرب صاحبة ليها. أول حاجة مهم جدا تفهمي إنك مش مجرد أم، لا انت كمان قدوة لعيالك ولبنتك. وخلي بالكم إن اللي الأم بتعمله بيتزرع جوه بنتها من غير ما تحس. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو الأم بتتكلم بهدوء وهادية البنت هتتعلم إنها تهدى، ولو الأم بتسمع البنت هتتعلم إنها تتكلم. لكن بقى لو الأم بتزعق وبتصدر أحكام طول الوقت البنت أصلا مش هتتكلم. عشان كده الصحوبية مش بس في الكلام، الصحوبية اللي بجد بتبان في الفعل، بتبان بقى في طريقة الكلام، في ردود الأفعال، في نظرة العين، نظرة العين الأم بتبان إن هي أمان ولا نظرة العين اللي فيها تهديد. والبنت بتحس جدا بالحاجات دي، لو مامتها بتبصلها عادي أو بتسألها حاجة بتبقى فاهمه نظره عينيها، نظره عينيها بتقول ان هي احكي انا صاحبتك احكي لي، ولا نظره فيها تهديد اللي هو ايه انا مستنياكي بقى تحكي عشان اعمل. البنت بتحس بالحاجات دي جدا. فاول خطوه مهم جدا ان الام تشوف نفسها بعين بنتها وتسال نفسها هو انا فعلا قريبه من بنتي ولا ده كلام وخلاص. تاني نقطه وهي مهمه جدا جدا، ان الصحوبيه مش معناها ان انت تسيبي دورك كأم، لا انت ام وفي نفس الوقت صاحبه لبنتك. يعني ايه الكلام ده؟ في النقطه دي في خلط بيحصل كتير جدا جدا. مش معنى ان انا اقولك ان انت تصاحبي بنتك يعني تفتكروا ان انا بقول لكم ان انتوا تتعاملوا مع بعض كانكم صاحبتين في نفس السن، لا طبعا ما ينفعش، ده غلط. هنا بقى بتبدا الام مثلا تحكي لبنتها عن تفاصيل مش مناسبه اصلا ان هي تحكيها لها، مش في سنها ان هي تعرف التفاصيل دي، او مثلا تلغي فكره القواعد والمبادئ بتاعت الام، تلغيها خالص عشان بس تكسب ودها. فده طبعا غلط. الصاحبه الحقيقيه هي اللي بتحبك، تضحك معاكي، ولما تغلطي بتوجهك وبتحطلك كمان حدود. فالام المفروض تعمل كده، ان هي تبقى قريبه من بنتها بس في نفس الوقت ما تنساش دورها كأم، وما تنساش انها مامتها. يعني المفروض لما البنت تعمل حاجة غلط مامتها تقول لها لا، بس طبعا من غير قسوة، تقول لها لا وتقول لها لا ليه، يعني انت عايزه تعملي كده، لا ده غلط ومش هينفع. ليه بقى؟ عشان 1 2 3 4، مش لا السبب ما تفهميش السبب. وبرده في نفس الوقت
تسيب مساحة لبنتها ان هي تجرب وتغلط، بس لما تجرب وتغلط تبقى في حضنها مش لوحدها. وعايزة اقول لكم في سن معين مثلا مش بيتقبل الكلام، مش فاهم هو ليه غلط، لازم يجرب ويتلسع وبعد كده يتعلم ايه ان لا ده غلط. تالت نقطة، اسمعي بنتك من غير ما تقطعيها او تهاجميها، ودي نقطة مهمة جدا جدا وبتفرق جدا في شخصية العيل. وخلي بالكوا ان في فرق كبير جدا من انك تسمعي عشان تردي وتسمعي عشان تفهمي. البنت لما تحكي بتبقى عايزة تخرج اللي جواها مش عشان تسمع محاضرة، فلو الام قطعت كلامها او جرحتها بكلمة في نص الكلام كده البنت مش هتكمل وممكن اصلا ما ترجعش تحكي لها حاجة تاني. فدور الام هنا ان هي تسمع حتى لو هي مش عاجبها اللي بيتقال. المفروض تسمع الاول، تفهم كويس، تحاول ترد عليها باسئلة تفتح الحوار تجيب كل اللي عندها، وبعد لما البنت تخلص وتحس انها خلاص اتفهمت الام تبدأ تقول رأيها. ومهم جدا لما الام تيجي تقول رأيها الرأي يتقال بالراحة وبحب، مش في اسلوب لوم او في اسلوب تهديد. بلاش الحاجات دي خالص عشان الحاجات دي هتندم الام مش البنت اللي هتندم. يعني الام في الاخر هي اللي هتزعل مش البنت. البنت هتلاقي اللي يسمعها، هتلاقي بره يسمعوها كتير، فلازم الام تبقى واخده بالها قوي قوي من ردودها حتى لغايه ما تكسب ثقه البنت وتبقى متاكده ان البنت بعد ما تيجي مثلا من الخروجه دي ولا من المشوار ده هتيجي تحكي لي. خدي بس الثقه دي من بنتك وبعدين براحتك بقى. رابع نقطه وهي ان انت تشاركي بنتك تفاصيل بسيطه في يومك. الام مش لازم تكون شخصيه غامضه طول الوقت. لما البنت بتحس ان مامتها كمان بتحكي وبتفتح قلبها وبتحكي لها يومها كان ماشي ازاي العلاقه هتبقى متوازنه، والبنت كمان زي ما مامتها بتحكي هتبدأ هي كمان تحكي لها. ومش لازم تحكي حاجات كبيرة او تحكي تفاصيل بسيطة يعني بنتك المفروض ما تعرفهاش او مش مناسبة ان انت تحكيها لبنتك. تحكي حاجات بسيطة، يعني مثلا وانا في الشغل النهاردة حصل موقف كذا وانا اتصرفت فيه كذا، انت رأيك ايه بقى في الموقف ده؟ يعني انت لو مكاني كنت هتتصرفي ازاي؟ وزي مثلا فكرت فيكي النهارده لما الاغنيه دي اشتغلت، حاسه كده ان هي فكرتنا بعلاقتنا مع بعض. اللحظات دي بقى هي اللي بتقرب القلوب لبعض، والبنت في اللحظه دي بتحس انها جزء من حياه مامتها مش مجرد ان مامتها مسؤوله منها. خامس نقطه وهي ان الام تاخد خطوه ناحيه حياه بنتها بس من غير ما تحسسها بضغط. يعني مثلا تسالها عن صاحبتها اللي بتحبها، تسألها عن شغفها، عن مثلا اللي بتحب تعمله في وقت فراغها، عن هواياتها. مش بس تسأليها ذاكرتي ولا لسه، عملتي الواجب ولا لسه، مش عارفة عملتي ولا لسه. الأسلوب ده بيبقى فيه اللي هو أسلوب تهديد. تسأليها مثلا ايه أكتر حاجة نفسك تعمليها أو ايه أكتر حاجة بتحبيها، نفسك مثلا تطلعي ايه لما تكبري، هتعملي ايه لما تكبري، طب انتي لو معاكي ايه هتعملي ايه. يعني افتحوا حوار من مفيش عشان البنت تبدأ تحس براحة تجاه مامتها. انت حتى لو سألت بنتك سؤال هي هتكر لوحدها بقى، هي هتفتح لوحدها تقعد بقى تتكلم. انتوا بس ابدأوا بسؤال بسيط. الحاجات دي بتحسس البنت ان مامتها فعلا مهتمة بيها كشخص، مش اللي هي مهتمة بيها هو مشروع حياتها. بنتها مشروع حياتها فهي مهتمية بكل حاجة متعلقة عشان المشروع ده ينجح. بس برضو خدوا بالكم لو الأسئلة دي كانت كتيرة او فيها لهجة استجواب البنت هتتقفل. خلي الحوار بينكم بسيط وفي هدوء من غير اي ضغط. يلا بقى ندخل على سادس نقطة وهي اتكلمي معاها في المواضيع الحساسة قبل ما حد تاني يعمل كده. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني البنت هتعرف كل حاجة في يوم من الايام سواء بقى من الام او من مصدر تاني، فخليكي انتي المصدر الامان ليها، انتي اللي تبدأي تحكي لها عن الحاجات دي قبل ما هي تدور بره. المفروض بقى تتكلمي معاها عن ايه؟ عن الجسم، عن البريود اللي هي يعني الدورة الشهرية، عن المشاعر والحب والعلاقات. كل دي مواضيع طبيعية جدا، بس لما الام تتهرب منها البنت هتروح تدور على اجابات الاسئلة دي في اماكن تانية. اللي بيفرق هنا هو طريقة الكلام. اتكلمي معاها بهدوء من غير خوف او توتر، وخليكي صريحة معاها بس بحدود، يعني تقولي الكلام المناسب لسنها.
وبرده مهم جدا ان انت تقولي لها انا هنا عشانك، عشان اسندك، واي سؤال في دماغك مش عيب قوليه وانا هرد عليكي عادي جدا. كل كلمة امان بتديها دلوقتي هتشيل عن بنتك حيرة وخوف كبير قوي قوي قدام. النقطة رقم 7 وهي البنت لما تغلط خلي رد فعلك بداية علاقة مش نهايتها. يعني ايه بقى الكلام ده؟ يعني ان البنت مش ملاك ولا الام كمان ملاك، كلنا بشر والبشر كلهم بيغلطوا، بس اللي بيفرق هنا هو احنا بنتعامل ازاي مع الغلط. في اللحظة دي لو الام ردت بعصبية البنت في اللحظة دي هتخاف وهتخبي مش هتحكي لها حاجة تاني. لكن لو الام ردت بهدوء هي عارفة ان اللي حصل ده غلط، بس ترد بهدوء خالص، تفهم وتسمع كويس وترد بهدوء واحتواء. ساعتها بقى البنت هتعترف وهتجيب كل اللي عندها اللي الام اصلا عايزة تسمعه. لما البنت بقى ساعتها تعترف هتعرف ان مامتها مش بتخوف زي ما كانت شايفة، وتعرف ان لما بتغلط لا انا غلطت، انا ماما هتسمعني عادي وهتقول لي المفروض اتصرف ازاي او كنت اتصرف ازاي، ولو اتعرضت للموقف ده تاني هي هتعرفني اتصرف ازاي. يعني البنت اصلا ممكن تتغير بس بطريقتك انتي. يعني انتي لما تردي بهدوء انتي كده هتكسبي بنتك في صفك، لكن لما تردي بعصبيه بقى وتمسكي تضربيها وتمسكي مش عارفه ايه وتروحي تحكي لباباها وابوها يمسكها يضربها، انتي كده ما عملتيش اي حاجه. ومهم جدا ردك بقى وقتها. يعني مثلا ممكن تقولي لها بعد طبعا ما البنت تحكي وتجيب كل اللي عندها، المفروض بقى الام ترد تقول ايه؟ بصي انا زعلت بس ده مش معناه اني بحبك واني هفضل برضو معاكي وهفضل اسندك. وكمان تقول لها انا خايفه عليكي، انا في صفك مش هبقى ضدك في يوم من الايام، واعرفي ان الغلط اللي بنتك عملته ممكن يبقى سبب في انكم تقربوا من بعض والعلاقه بينكم تكون كويس، بس لو اتكلمتوا فيه صح. البنت تعترف وتجيب كل اللي عندها، والام ترد بهدوء وترد بكلام كله حب واحتواء، مش ترد بكلام لوم بقى وتهديد وي 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 وي، لا. يعني الام اللي في ايديها كل حاجه، في ايديها تخلي بنتها صاحبتها، وفي ايديها تخلي البنت تخاف منها وتكذب عليها وتحور عليها وتعمل حاجات من ورا. كل ده مفتاح في ايد الام. تاني نقطه والاخيره وهي اعرفي ان بنتك مش نسخه منك ومش لازم تمشي على نفس طريقتك. ساعات الام او معظم الامهات دلوقتي بتتعب قوي عشان تبني طريق لبنتها، بس بتنسى تسال بنتها انت عايزه ايه. البنت مش لازم انها تعيش احلام مامتها، مش لازم تحقق لها احلام مامتها ادام هي مش عايزاها، ولا حتى تختار نفس اختياراتها. ممكن تكون مختلفه وده مش غلط ولا عيب، المهم تكون عارفة وواثقة ان حد وراها وبيسندها وبيحترم قراراتها حتى لو مش دايما هو موافق عليها. علاقتك وبنتك مش علاقة تبعية، هي علاقة كلها مشاركة واحترام بين الطرفين. النقطة 9 وخلاص الأخيرة وهي جمل لازم كل أم تقولها لبنتها. فهقول لكم بعض الجمل اللي البنات بتحبها او بتحب تسمعها من مامتها بالذات، زي مثلا انا هنا عشانك، انا دايما واقفه في صفك مش ضدك، لو غلطتي ما تخافيش ان انت تيجي تحكي لي، لا تعالي احكي لي وانا هقول لك تتصرفي ازاي ومش هزعل منك، انا بحبك مهما حصل ومهما غلطتي، رايك يهمني حتى لو برضو مختلف عني، انا بحاول كل يوم اكون ام احسن ليكي، انت قويه وانا فخوره بيكي. لو مثلا بتعمل حاجه وحاسه ان هي شغفها قل ومش قادره تكمل، الجمله دي برضو تبقى حلوه قوي لو قلتها لها. وبرضو زي لو في حاجه مضايقاكي قولها لي حتى لو انا السبب فيها، وبرضو مش لازم تكوني كامله، كفايه انك بتحاولي. الجمل دي بجد جمل طيبه حنينه تحس ان هي بتطبطب على قلب اي حد. يعني لو البنت حتى قالتها لمامتها هتحس ان الكلام بيطبطب على قلبها. فالجمل دي مهم جدا جدا الامهات تبدا تقولها لبناتها عشان يحسنوا العلاقه بينهم هما الاثنين. المهم بقى اللي بين الام وبنتها مش لازم يكون حرب اجيال، وبرده مش لازم يكون تحدي مين الصح ومين اللي عنده الحق. العلاقه دي ممكن تكون اجمل صداقه واحن حضن واقرب قلب، بس كل ده محتاج نيه حقيقيه
وعهد بينك وبين نفسك ان احنا نتغير، نبدأ نسمع ونبدأ نقرب فعلا من بناتنا. لو كل بدأت بخطوات بسيطة جدا جدا تجاه بنتها، الدنيا هتتغير والقلوب هتتفتح لبعض، وعلاقة البنت بأمها هتبقى قوية جدا جدا. مفيش مشاكل من دي هتحصل تاني. بكده نكون خلصنا خلاص الفيديو بتاعنا. اكتبولي بقى في الكومنتات ايه اكتر حاجة نفسك تكون بينك وبين مامتك، والعكس برضه. ولو عجبك الفيديو ما تنسيش تشاركيه مع بنتك او مع مامتك عشان تبقوا علاقتكم مع بعض اقرب ان شاء الله. يلا باي باي.